يعني أتخطى الرأي لإريك فروم، هذا العالم في علم النفس يعني السايكوليست، يقول دائما الطاقة تجدها في الحب. يعني الولد من يشعر بحب أبوه وأمه هذا يولد عنده طاقة. تلاحظ تشوف الوالد أو الوالدة من يشعرون بحب أولادهم وبناتهم إلهم هذا يولد طاقة. الجد أو الجدة من يشعرون بحب أحفادهم إلهم هذا يولد عندهم طاقة. الصديق من يشعر بحب صديقة إله هذا يولد في نفسه طاقة. التلميذ من يشعر بحب معلمة إله هذا يولد في نفسه طاقة. المعلم من يشعر بحب تلميذه إله هذا يولد في نفسه طاقة. الزوجة من تشعر بحب زوجها إلها هذا يولد في نفسها طاقة. مو تتعب نفسها من الصبح للظهر تطبخ له تحط له ومكيفة وسعيدة وفرحانة وأكل وكمل. قالت له شنو رأيك؟ قال لي رأيي بشنو يعني؟ عادي يعني. شنو يعني؟ أعطيك وسام مثلا؟ عجيب. هذا ما يولد طاقة، هذا يسلب طاقة. الزوجة من تشعر بحب زوجها تشعر بالطاقة. من يقول ايش قد جميل هذا الطعام، الله يسلم هالأيادي، تشعر بطاقة رائعة. من تقدم لك مثلا مشروب الشاي تقول لها ايش قد انا شارب شاي، بس من اشرب الشاي بالبيت له غير طعمها طاقة. الزوجة من يطب زوجها تقول له نعم انا اغسل لك رجلك. مو هسه البعض تقول انا مو خدامة والله عد الخلفوه حتى، هذا يسلب الطاقة. الله يحفظ اجيالنا الماضية كبار السن وامهاتي الله يحفظهن، جيل رائع والله مملوء بالحكمة والادب والوقار. حكمة. كانت الزوجة من يجي من رجلها من الشغل تعبان بلي تتلقاه وتخلي النجانة والماي وتسمع كلمات جميلة، انت خيمتنا احنا ما عدنا غيرك الله يخليك. هاي طاقة، هاي كلها طاقة. علم النفس يقول الحب يولد طاقة عند الإنسان، لكن الكراهية شو تولد شبابنا؟ تولد عدم الطاقة.